كلكم شاهد القطة التي صعدت على كتف الشيخ الجزائري وهو يصلي الصلاة البدعية صلاة التراويح، ثم مسك القطة وبدأ يطبطب عليها حتى صعدت على كتفه، وأصبح الفيديو ترند عالمي، وخرج مشايخ السنة يمدحون هذا الفعل. ولكن هل انتبهتم إلى شيء؟ وهو أنه ولا واحد منهم خرج يتحدث عن الحركة في الصلاة. هذا الشيخ تحرك في الصلاة كما شاهدتم، ومع هذا الكل رأى أن هذه الحركة عادية في الصلاة. دعونا نشاهد تعليق أحد شيوخ السنة على هذه الحركة. وبالفعل هو عمل كده الحمد لله، طبطب عليها وخدها في حضنه، وهي طلعت وقفت على كتفه فترة ثم نزلت بعد ذلك. الكل يمدح هذا الفعل ولا أحد علق على حركة الشيخ الجزائري، ولكن حين تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الصلاة بالخاتم، خرج مشايخ السنة يقولون هذا ينافي الخشوع، لا يجوز الحركة في الصلاة، إن في الصلاة لشغلا. دعونا نشاهد الشيخ الخميس ماذا قال عن التصدق الإمام علي عليه السلام في الصلاة. يعني شوفوا هم يعني يبون يمدحون علي يذمونه. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا. يعني علي فاضي بالصلاة يتصدق. حين وصل الأمر إلى الإمام علي عليه السلام يقول وهو عالي فاضي عشان يتصدق إن في الصلاة لشغلا، ثم أراد أن يضرب لهم مثال حتى يطيح من قيمة فعل الإمام علي عليه السلام. دعونا نشاهد. لو شفت واحد قاعد يصلي حط يده مخباته حط فقير كم صراحة تنقد عليه ولا لا؟ ها؟ شوف ضحكته يعني ما يصلح. يعني هم يبون يمدحون علي، هذا ذنب لعلي. شاهدتم ماذا فعل؟ أدخل يده في جيبه وأخرج المال من المحفظة. محاولة فاشلة حتى يقلل من هذه الحادثة، وهذا الموقف العظيم لأمير المؤمنين عليه السلام. وهل الإمام علي يا ناصبي فعل كما أنت فعلت؟ أم فقط مد يده للسائل الذي أخذ الخاتم؟ يعني حركة يسيرة جدا في الصلاة ولا تبطل الصلاة أبدا، بل لو كانت تبطل الصلاة لما مدحه الله سبحانه وتعالى قائلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. الله سبحانه وتعالى يمدح هذا الفعل. بقول ايه السؤال؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. واحنا فينا هنودي الزكاه واحنا راكعين. هذه الايه ايه خاصه نزلت في رجل خاص اسمه سيدنا علي، عندما جاء سائل يسال شيء لله مش حد اعطاه، فسيدنا علي كان لابس خاتم من فضه، وبعدين عمل له كده، السائل لبط يعني شاطر فاهم يعني كده، لو عمل كده واحد زي حالاتي مش هيخش عليه، فراح جاي مالص الخاتم منين؟ من صابعه، فنزل القرآن يمدح عليا إلى يوم القيامة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والواو مش عاطفة، واو الحال، وحاله راكع. هذه خاصة ليست عامة على الأمة. وهذا الناصب يقول هذا ذم في علي، يعني هم يبون يمدحون علي، هذا ذنب لعلي. وهو بنفسه يقول أن الحركة في الصلاة جائزة. الحركة في الصلاة جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فجاءت عائشة ففتح لها الباب ثم رجع. الآن أصبحت الحركة في الصلاة جائزة، النبي يتحرك من مكانه ويفتح الباب لعائشة، هذا جائز. أما الإمام علي يمد يده وهو في مكانه يصبح ذم لعلي وينافي الخشوع. لنشاهد حركات أخرى جائزة في الصلاة. حركة يسيرة لحاجة فما في بأس إن شاء الله تعالى. يعني أتقدم خطوة مثلا أشلع التلفون مثلا أو التلفزيون مثلا أصكه أو شيء كذي أو كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أتقدم خطوة وأمد يدي كي أطفئ التلفاز أو الهاتف، ما فيه بأس إن شاء الله. الشيخ الجزائري يمسك القطة ويطبطب عليها، ما في بأس إن شاء الله. أما الإمام علي عليه السلام وهو في مكانه يمد يده فقط، لا، هذا ذم لعلي ويتنافى مع الخشوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله لأمير المؤمنين لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.